اسمحوا لي دلوقتي أن أقدم لكم أوبريت أم الدنيا قد الدنيا، تأليف الشاعر جمال بخيت، لحن الموسيقار وليد سعد، وإخراج المخرج خالد جلال. بطولة محمود ياسين، يسرى، أحمد بدير، خالد صالح، صلاح عبد الله، وهاني رمزي. مع الأوبريت. إنسان في بحر الزمن، عاشق كما الدراويش، أبوس إيدين الوطن والغيره ما بغنيش. لو أملي بين النجوم اليأس ما يطولنيش، أصبر لحد الزمن ما يقول لي يا إنسان، عايز تعيش الحياة تعال مصر وعيش. أنا ومصر صحاب، وتالتنا كان الزمن. هنا عرف ذاته وحس بساعاته من قبل ما الأرض تعرف يعني إيه أوطان، من قبل حتى الدفا ما يلاعب الأحضان. كان الزمن حيران، ماشي في كون بردان، غرقان ملوش إيدين لا شطان. المصر من غرقته ينشله، احنا اللي هنشكله. سنة وثانية ويوم واسبوع دقيقة شهر، احنا اللي راح نظبطه على ساقية جوه النهر. كان الزمن ماشي ولا حد حاسس بيه، ولا هو داري بحد، لحد ما جينا وبقى سنين تتعد، موسم حصاد ممتد، موجة حضارة عافية بتعلى فوق المد. من يومها ظهر الشيطان، حاقد حسود طمعان، في كل مرة باسم وفي كل مرة بشكل. إكسوسي مرة، ومرة صهيوني، ومرة صاحب غشاوة سرحة على عيوني.
اشربوا وارقصوا يا أبناء أواريس. تمتعوا بحياة لم يعد فيها منذ اليوم اسم كاموس بطل المصريين. تمتعوا بحياة محونا منها من قبل اسم أبيه سقن رع. اشربوا وارقصوا واشكروا آلهتكم. وماذا فعلت الآلهة لنشكرها يا سيدي الملك؟ إن كان للشكر وجهة فلا بد أن يتوجه إليك أنت يا صاحب الإرادة، يا وارث عرش الهكسوس. هذا كلام تقولونه للرعية حتى تسيطروا على عقولهم البسيطة. أما أنا فالغصة تملأ صدري من أبناء طيبة ومملكتهم في جنوب مصر. لقد أسس أجدادي هذه الدولة في شمال مصر، وهزمنا جيوشهم وطردناهم إلى مصر العليا، وبقينا نحكم المصريين في الشمال لأكثر من 100 عام. ولكننا لم نستمتع يوما بامتلاك مصر بجناحيها العظيمين في الشمال والجنوب. إن سقوط طيبة في أيدينا هو اكتمال البهاء الذي أحلم به. إنه الانتصار الذي أرجو أن تسجله جدران المعابد الخالدة، تلك التي جعل منها المصريون إحدى عجائبهم. وهل عند مولانا شك في أن حلم امتلاك طيبة أصبح أمرا مفروغا من تحقيقه بعد وفاة كاموس؟ لقد مات كاموس، ولكن أيحطب زوجة سقن رع وأم كاموس ما زالت كما هي، شرسة وعنيدة عصية على الإخضاع. لقد انتهت يا مولاي، أيا حتب انتهت. لقد انتهت هذه المرأة بوفاة كاموس، ولم يتبقى لها شيئا تفعله. تبقى لها ابنها الأصغر أحمس. أحمس؟ أحمس يا مولاي ابن السنين العشر. الإله العظيم آمون. ها هو فتى مصر القادم، أقدمه قربانا لمحبتها وفداء لحريتها. يا آمون العظيم، احفظه من كل سوء. يا إلهي العظيم، اشمل أحمس برحمتك وامنحه تأييد قواك اللانهائية ليحرر مصر من الغزاة الرعاة القساة. هل رأيتم ما كنت أخشاه؟ الطفل صار شابا. أحمس ابن العاشرة صار شابا في 19، وها هو يقود شعب طيبة لمحاربتنا. وماذا في هذا يا مولاي؟ لقد مكثنا هنا أكثر من 100 عام، ولا شك أننا سنحكم 500 عام أخرى. حيرني هؤلاء المصريون. فعلنا معهم كل شيء، أرهبناهم بالسلاح، شككنا في عقائدهم، وحاولنا استبدالها بعقائد أخرى، ولكنهم يصرون على المقاومة جيلا بعد جيل. ما رأيك يا قائد الجند؟ أحمس لم يترك لنا خيارا يا مولاي. لا يوجد أمامنا سوى حربه للدفاع عن وجودنا في مصر.
إذا فلننهي هذا الأمر سريعا ولنتجه إلى الحرب التي سنسحق فيها المصريين. هذا وقت الثأر يا أحمس. أعلم يا أمي. ثأر أكثر من 100 عام من تدنيس أرض مصر، ثأر آلهتنا المبجلة وأرضنا المقدسة وشعبنا العظيم. أحمس، عد بالنصر أو لا تعد. النصر بأمر الإله العادل خالق هذا الكون. النصر بأمر الإله من أجل الأرض المقدسة مصر. من يومها ظهر الشيطان حاقد حسود طمعان، في كل مرة باسم وفي كل مرة بشكل. هكسوسي مرة ومرة صهيوني ومرة صاحب غشاوة سرح على عيوني. أول شروط الحب إنك تصدقني وتصدق إن الشمس في سماها تعشقني. أنا اسمي مصرية، أنا اللي عاملة للغنى مسلة، للموت كتاب، أنا اللي عاملة للهرم سرداب، وللعلوم أبواب، أنا اللي عاملة للحياة مفتاح. يمكن زماني مطيب خاطر الأعداء، يمكن زمان البراح رايح لحسادي. حصلت معايا كتير حتى اسألوا الهكسوس. سوس الحضارة في الظلام مدسوس، غافل زمان المسلة وسحرها المدروس. سوس الحضارة بين البشر مهووس، غيران من الأهرام، غيران من الكرنك، من تاج بيجمع شمل أراضيها، من معنى طيب بيتغنى جنب سواقيها. مصر، مصر اللي قالت للحنان اتوجد وللبناء ارتفع، مصر اللي قالت للبشر انتفع من رقتي وقوتي وحبي للإنسان. مصر الفراعنة اللي كتبت حكمة الإيمان، مصر الفراعنة اللي كتبت حكايتها للأديان، من معنى في التوراة لسفر في الإنجيل لآية في القرآن. مصر العظيمة الكبيرة واللي هيفضل مكانها جوه القلوب محروس. سوس الحضارة بيسعى
عايز عليها يدوس حتى اسألوا الهكسوس. حتى اسألوا الهكسوس. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليل. ما تصلوا بينا على محمد يا مصريين، وربنا العالم يشهد انكوا خالدين. إلهي يحفظ حبايبكم ولا حد يقدر يغلبكم، وتنولوا من الفرح نصيبكم وما تقولوا آمين. لا اسمع امين جامد جامد. هنقول من الاول تاني. ما تصلوا بينا على محمد يا مصريين، وربنا العالم يشهد انكوا خالدين. إلهي يحفظ حبايبكم ولا حد يقدر يغلبكم، وتنولوا من الفرح نصيبكم وما تقولوا آمين. ما تصلوا بينا على محمد يا مصريين، وربنا العالم يشهد انكوا خالدين. إلهي يحفظ حبايبكم ولا حد يقدر يغلبكم،
كتاب التاريخ تعرف مقام مصرنا. فتح الطريق في السماء، عرفت مقام ربنا. بدلها حب بحب، زينها بالتكريم. افتح كتاب الله واحسب لي كام أمة دمرها غضب الحليم. احسب لي كام أمة بالأمر أفناها، من قوم صالح لقوم عاد لقوم غرقوا مع العناد. وكم أباد رب العباد، ولحد مصر ربك أراد يوحي ليوسف ينجي مصر من الجفاف. ومن سنين 7 آلاف. افتح كتاب التاريخ وافتح كتاب الله، وشوف ميلاد عيسى وحس خوف مريم. ما لقيتش أطيب ولا أرحم من أرضنا الطاهرة، من قبل ما القاهرة حتى تكون قاهرة. يا مريم اتبسمي يا بنت آل عمران، على النخيل سلمي. هذا نخيل النيل آل الحنان مريمي. يا مريم اتقدمي وقسمي البركات على الأرض والخطوات، وعلمي فينا نورك يا أم النور أجمل أمانينا. رش الحنان والسلام على رمال سينا. يا مريم اتبسمي خلي يسوع يسمع صدى كلام الإله لما دعاه موسى. خليه يشوف التجلي لما أراد ربنا يعلن خشوع الجبال ويزيد مقام مصرنا. يا بنت آل عمران على النخيل سلمي، هذا نخيل النيل آل الحنان مريمي. يا مريم اتنسمي، أول عبير للورد لأرضنا ينتمي. بارك البلاد والعباد بين الضلوع احتمي. يا مريم اتبسمي. بسم الله باسم الرب. عاش الشعب في أرض الحب. عاشت مصر أرض سلام وأمان وحياة. بكرة يا مصر كل اللي بنحلمه للآن. أبانا في السماء يا رب العالمين ارحمنا بالدعاء. إياك نستعين. اللي خلق في الكون ألوان هو اللي بعت لنا أديان تهدي الحاير نور وبشاير وتخلي الإنسان إنسان. أبانا في السماء يا رب العالمين ارحمنا بالدعاء إياك نستعين. اللي خلق أجنحة للطير خالق فينا ملايكة خير. هو الخالق هو الرازق أهل الجامع وأهل الدير. أبانا في السماء يا رب العالمين ارحمنا بالدعاء إياك نستعين. اللي خلق للحب سبيل في كل شيء طيب وجميل. خلى المحبة في القرآن أخت المحبة في الإنجيل. أبانا في السماء يا رب العالمين ارحمنا بالدعاء إياك نستعين. أبانا في السماء يا رب العالمين ارحمنا بالدعاء إياك نستعين. افتح كتاب التاريخ وعدي على الأعوام. سافر ولف وشوف الحق والأوهام. صاحب دروب الشعوب واسهر مع الحكام. ولكل حرب التفت وانصت لكل سلام. لو كعبة طوف واحتمل، لو كان طريق للألام اعلن مواكب شموسك. لو كتفوك في الظلام
اقتل سكوت اللي خافوا وابطر حروف الكلام. اسأل تلاقي بلد واحد فريد في الكون هو اللي يحمي المسيح وينصر الإسلام. شفت يا بيبرس؟ شفت اللي عملوه المغول في حلب ودمشق وبقية المدن السورية؟ شفت يا سلطان قطز، شفت وسمعت. المغول عاملين زي الإعصار، مفيش بلد وقفت في وشهم. استولوا على خوارزم والصين، وبعدين حصروا بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية لحد ما استسلمت فيهم مشؤوم. هولاكو جيشوا في الفترة دي قتلوا ما لا يقل عن 1,000,000 إنسان من أهل بغداد، وما زال إعصارهم المتعطش للدماء مستمر. فأرسلوا لنا الرسل وزمانهم على وصول دلوقتي. مش عارف عايزين ايه بالظبط. مولاي قطز، المغول ما بيطلبوش غير الحرب او الاستسلام، ومع ذلك هم لا يحفظون عهدا لمن يستسلم. النتيجة واحدة في الحالتين يا مولاي. رسل المغول وصلوا يا مولاي. خليهم يتفضلوا. السلام على من اختار السلام. هات ما عندك بلا مقدمات لا لزوم لها. من ملك الملوك شرقا وغربا القان الأعظم هولاكو. يعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالأراضي المصرية وما حولها من الأعمال أننا نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه. فاتعظوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم. ولقد سمعتم أننا فتحنا البلاد وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا الطلب. ولا تضلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب قبل أن تشعل الحرب نارها وترمي نحوكم شرارها وتدهون منا بأعظم داهية وتصبح بلادكم منكم خالية. كفاية، هتعرفوا الرد. استنوا بره. ايه رأيك يا بيبرس؟ أنا شايف إننا نقتل هؤلاء الرسل عشان يكون ده إعلان حرب على غرور المجرمين. عندك حق يا بيبرس، عندك حق. المغول لو مصر ما وقفتهمش عند حدهم هيقضوا على كل العالم الإسلامي. وصل الشيخ العز بن عبد السلام يا مولاي. يدخل بسرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت يا مولانا، المغول بينذرونا بالاستسلام أو الفناء. ومولاي السلطان ايه رأيه؟ مستني مشورتك. رأيي اننا نحشد المصريين لحربهم. لقد اصبحوا وبالا على بلاد المسلمين. عندك حق. استعد يا بيبرس، هنواجههم في أرض الشام في فلسطين. المعركة مع المغول تبدأ من هناك. ونعم الرأي يا مولاي. التاريخ بيعلمنا ان الدفاع عن مصر يبدأ من خارج حدودها. وليكن قوام الجيش من أبناء المحروسة اللي قال عنهم الرسول الكريم إنهم خير أجناد الأرض وإنهم في رباط إلى يوم الدين.
انتصرنا على المغول يا مولاي. يا رب يا رب، الحمد لك، الشكر لك. أظهرت الحق وحدك فنصرت عبدك. افتح كتاب التاريخ تعرف مقام مصرنا. فتح الطريق في السماء، عرفت مقام ربنا. بدلها حب بحب، وبعت لها المواويل، وبعت معاها النيل. النيل فضل ماشي ولا ارتواشي من حنان انسان الا لما قابل ابنك الطيب. مهد لنا الدلتا بس احنا خلدناه. النيل كبر يا مصر لما عرف معناه، ولما قابل عروسته زرع الامل وجناه. زرع الحضارة هنا لما احنا علمناه. علمنا نهر النيل
يزرع ويحصد ويبني. حضارة الإنسان من أول الأديان إلى الفلك والطب، لغاية التحنيط، إلى الحياة الخالدة خارجة من التوابين. افتح كتاب التاريخ واقرأ آيات منصفة لمصر، اسم وصفة واقفة بعرض الزمان ضد الشيطان الغبي، بتسبح الرحمن وتحب نور النبي. الله، يا سلام، صحيح. افتح كتاب التاريخ واقرا آيات منصفة لمصر، اسم وصفة واقفة بعرض الزمان ضد الشيطان الغبي، بتسبح الرحمن وتحب نور النبي. افتح كتاب الحضارة وشوف فصول الجسارة، لما آلام الوطن بتولد الزعماء. وقفة عرابي مع رفاقه في ميدان عابدين، عبرت تاريخنا ووصلت لل56، وكأن ناصر حصاد زرع بإيدين ملايين. اسأل قناة السويس، مين اللي أممها؟ مين اللي خلاها تطرح مواسمها؟ هترد بنسيمها، أنا اللي حررني هو اللي مات في الحفر. ابن الزقاق والنجع، ابن الحارات والكفر، هو اللي تاني اتولد مع طلعة الثوار. ضباطك الأحرار، اسأل قناة السويس مين اللي أممها؟ مين اللي خلاها تطرح مواسمها؟ هترد بنسيمها، أنا اللي حررني هو جمال الدين. لمحت فارس بسيف منصور في يوم حطين، حسيت بروحه بتهتف مع عرابي في ميدان عابدين، وسمعت صوته على منبر الأزهر هادر مع الملايين، يصد الغل والباطل ويقول باسم الوطن، باسم الحق، سنقاتل سنقاتل. مصر السلام، مصر اللي عبرت حدود الفكر والإلهام، مصر اللي سفرت مسلتها رسالتها وعاشت توصل الأرحام، مصر اللي زرعت قمحها وجاعت، مصر اللي ساعت قلوب الخلق بالإكرام، مصر اللي عاشت نبية للحب والأحلام، مصر اللي عاشت وهي مرارة الأيام جالها شيطان ملعون من كل جنس ولون، من الغرب مرة يهددها بسيف مسنون، من الشرق مرة يحاصرها بكيان مجنون. يا مصر لازم دراعك يعدل الموازين، يا مصر لازم شعاعك يبقى له حصن حصين. جيش انتصار الكرامة على حدودنا أمين، من حرب قادش سهامه تنصرنا يوم حطين، من عهد مينا وأحمس وعرابي جد جمال، من حور محب العظيم والآخر السلسال. سكت الشيطان ما سكتش، جه بالظلام أشكال، الاحتلال المر والغل والأهوال. وفي يونيو كان الغدر أصعب من الزلزال، بكت يوميها الجبال وبكى الشهيد في القبر، والطار وقف على القنال لابس قناع الصبر.
ردي يا نور عيني، انت اللي فجر الضمير ماشي على خطك يا مصر جاوبيني. من بين بحور الألم بنده على شطك، ردي يا نور عيني، انت اللي فجر الضمير ماشي على خطك يا مصر جاوبيني. مكتوب علينا الشام والغربة للولاء وألم وراها، عايزين نعيش في الغلاء والأمل والغلاء الابتسام وسلام. مكتوب علينا الشام والغربة للولاء وألم وراها، عايزين نعيش في الغلاء والأمل والغلاء الابتسام وسلام. يا مصر يا مصر يا مصر جاوبيني. يا مصر يا ملهمة أهل الدمار والدمى فرضين عليك حصار، وانت اللي طير الفضاء بيلاقي فيك الرضا يا أمة الأحرار. مكتوب علينا الشام والغربة للولاء وألم وراها، عايزين نعيش في الغلاء والأمل والغلاء الابتسام وسلام. يا مصر يا مصر يا مصر جاوبيني. سبحان من أنشأك خلى القلوب تعشقك والروح إليك تميل، بين الجمال والصبا هتعيشي يا طيبة ولا يوم يجف في النيل. مكتوب علينا الشام والغربة للولاء وألم وراها، عايزين نعيش للغلاء والأمل والغلاء الابتسام وسلام. يا مصر يا مصر يا مصر جاوبيني. المصري أول حبيب للدنيا يعشقها، المصري أول حروف الدنيا تنطقها، أول صديق للزمن الخضرة تتمدله، والصبر حكمة تجيب الحلم من أوله، وبالدموع والفرح اسم الوطن تغزله. القهر هنبدله، الظلم لو ينتشر بالعدل هنعدله، لو العدو كان جبل احنا اللي هنزلزله، لو العدو اعصار بايدينا هنسلسله، لو كان عدوي شبح دم الشهيد يقتله. قصص البطولة يا شعب اللي ابتدت بينا لو حتى يوم اختفت رح تتولد فينا.
دخلت خلايا القلب وسكنت الوجدان، ولسه نورها بيسعى في ضروب سينا. الصبر مش تفريط ولا استسلام، ولا نص نومة ذليلة على فرشة الأيام، ولا ليل هزيل منطفي بيجرجر الأعوام. لا، الصبر غزل، وجد قادر ينتصر على الهزل. بين الجموع ولا وحيد في العزل، تقدر تكون بالصبر أغلى تاريخ. تقدر تكون بنا بيبني حائط الصواريخ، تقدر تكون بالصبر يا ابن البلد يا خفيف، أتقل من النووي على جدار بارليف. الله أكبر. السادات بيهدد بالحرب. الحقيقة أنا بتفائل كل ما السادات يتكلم عن الحرب. بتأكد إننا هنعيش في سيناء أطول فترة ممكنة من السلام والأمن. بصفتي رئيس الموساد أقدر أقول لكم اطمنوا. نطمن إزاي يا زيزي؟ الجيش المصري والجيش السوري فهموا الدرس خلاص، وعرفوا ان رد فعلنا هيكون مؤلم زي ما عودناهم. المخابرات الامريكية نفسها بتقول ان العرب لا يمكن يحاربوا. ايوه بس ده ما يمنعش اننا لازم ناخد بالنا. ناخد بالنا من ايه؟ ناخد بالنا من ايه يا ديفيد يا العازر يا رئيس الاركان؟ تمام سعادتك. مبروك يا مصطفى، المضخات وصلت. انهي مضخات سعادتك؟ اسأل باقي زكي يوسف، اهو وصل اهو، هو اللي يقول لك. ايه الحكايه يا باقي؟ ما تفهمني. دي المضخات سعادتك اللي استوردناها من المانيا على اساس انها لاطفاء الحرائق، بس الحقيقه احنا هنستخدمها في هدم الساتر الترابي، اكبر مشكله في خط بارليف. ايه؟ انا عايزك توضح له اكتر يا باقي. اشرح يا باقي. انت عايز تفهمني يا ديفيد ان المصريين هيعبروا قناة السويس ويدمروا تحصينات خط بارليف؟ خط بارليف محتاج قنبلة نووية، المصريين هيدمروه ازاي؟ واحنا عندنا مواسير نابالم ومازوت هنولع بيها القناة لو حاولوا يعدوها. ولو عدوا القناة هيلاقوا اكبر مشكلة ممكن تواجه اي جيش في العالم، ساتر ترابي بارتفاع 20 متر وبزاوية 80 درجة. المشاة لازم يعبروا الأول عشان يبنوا رؤوس الجسور اللي هتعبر عليها المدرعات. هيواجههم الساتر الترابي. كل جندي هيبقى شايل معدات وزنها 35 كيلو، ومستحيل يقدر يطلع الساتر الترابي اللي ارتفاعه 20 متر تحت نيران جنود العدو اللي متحصنين داخل دشم خط بارليف. والعبور لو هيتم بالطريقة دي هيبقى محتاج يوم كامل مع عدد من الضحايا لا يقل عن 20,000 من جنودنا. يا سلام. طب والمضخات دي هتنفعنا في ايه؟ هي دي الفكرة اللي ربنا ألهمني بيها. مش فاهم. أنا كنت منتدب من القوات المسلحة للعمل في بناء السد العالي، واستخدمنا مية النيل في تجريف جبال الرمال اللي حوالين النيل. يعني الإسرائيليين عملوا لنا المشكلة وربنا ادانا الحل جنب المشكلة بالظبط. يا جماعة أنا عايز أفهم أكتر. كمل يا باقي. المشكلة يا سيدي هي الساتر الترابي، صح؟ صح. الحل بقى هو مية القناة. المضخات اللي وصلت هي اللي هنحملها على قوارب مطاطية نوصل بيها لأقرب نقطة من الساتر الترابي، ناخد من مية القناة ونوجهها للساتر الترابي عشان نفتح جواها ثغرات. يعني انت عايز تفهمني ان المضخات دي هتفتح ثغرات جوه الساتر الترابي؟ ده طبعا بعد ما نطورها بمعرفتنا علشان تنقل أكبر كمية من المية بأقوى قوة اندفاع ممكنة. انت بتتكلم بجد؟ الحكاية دي ممكن تقلل زمن العبور إلى عدة ساعات فقط، يعني الضحايا هيتعدوا بالعشرات أو المئات على أقصى تقدير. الله أكبر. تسلم دماغك يا باقي. 20,000 جندي مصري على الأقل هيموتوا قبل ما مصر تنجح في عبور القناة. وإذا عبروا مستنياهم الألغام والمدرعات والدبابات، ده غير الطيران الإسرائيلي
اللي مفيش حاجة تمنعه من ضرب المدن في عمق مصر وسوريا بالمرة لو السوريين فكروا مجرد التفكير في الاقتراب من الجولان. ماشي يا شريف، ماشي يا زيفي، كل اللي بتقولوه انا عارفه وعارف اكتر منه، بس عارف كمان ان المصريين شغالين بايديهم واسنانهم عشان يبنوا حائط صواريخ في غرب القناة يحيد اهم سلاح عندنا اللي هو سلاح الطيران، وبالتالي انا كرئيس اركان لجيش الدفاع لازم اتعامل مع جميع الاحتمالات، ولما اشوف قدامي بوادر خطر لازم اعمل اللازم. مفهوم مفهوم، بس خد بالك ان اللازم اللي انت بتعمله ده بيكلفنا كتير. السادات خدعنا لحد دلوقتي 3 مرات واعلنا التعبئة العامة بدون ضرورة، واخر مرة المسألة دي كلفت الخزينة 61 مليون ليرة. احنا لو هندفع 1,000,000 شهيد في العبور المصريين مش هيتأخروا علشان خاطر تحرير بلدهم، بس القادة بتوعنا حريصين قوي على حماية كل نقطة دم مصرية. بس الفكرة بتاعتك دي يا باقي انت متأكد من نتيجتها؟ بصراحة يا مصطفى باقي كان ممنوع من الكلام في الموضوع ده، لكن الفكرة اتعملت عليها لحد دلوقتي اكتر من 300 تجربة. وانت يا مصطفى هتشترك في التجربة الجاية، بيان عملي في جزيرة البلاح في الإسماعيلية. الله أكبر، الله أكبر يا باقي يا يوسف، شكلها قربت إن شاء الله. بالفكرة العبقرية دي تبقى أكيد قربت. يا فندم الفكرة دي مجرد تفصيلة واحدة من ملايين التفاصيل اللي موجودة في كل وحدة من وحدات القوات المسلحة. الله أكبر، الله أكبر، إن شاء الله ربنا هينصر مصر يا رب. قابلني يا 6 أكتوبر 2 و5 في عز الظهر يا رمضان. 2 و5 قابلني يا 6 أكتوبر 2 و5 في عز الظهر يا رمضان. الصعب عارفة الطريق ومدرعاتي طوفان، في الجو نسر الزمن بيعظم الطيران، في البحر وحش البحار تربية سعيد بالموت. اضرب بأمر القيادة وبأمر من القرآن. قصادك يا مصر عدو لا يقهر، ولا فيش لجيشك موانع لما يكون غضبان. مفيش قصادك يا مصر عدو لا يقهر، ولا فيش لجيشك موانع لما يكون غضبان. الصعب عارفة الطريق ومدرع طوفان، في الجو نسر الزمن بيعظم الطيران، في البحر وحش البحار تربي سعيد بالموت. اضرب بأمر القيادة
إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. فرحك يا سينا النهارده مد الايدين تنباس، قومي وحسي بعشقي من شهقة الانفاس. فرحك يا سينا النهارده مد الايدين تنباس، حجرك يا سينا بينطق يشاور لي على الاعداء، بحر الرمال بيقابلني فيضان من الاحساس. فرحك يا سينا النهارده مد الايدين تنباس، فرحك يا سينا النهارده اتذكري شدوان، افتكري راس العش معدن رجالك ماس، حي رجال الرفاعي صياد ولاد الافاعي، قومي اسمعيني بكبر بكل شوق وحماس، جايلك بدم العدو من حرب الاستنزاف، قومي شوفيني بطهر ارضك من الانجاس. فرحك يا سينا النهارده مد الايدين تنباس، قومي وحسي بعشقي من شهقة الانفاس. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا سينا لما اتأثرت، لما ليالي الحلم اتحسرت، اسألوا سينا لما اتأثرت، لما ليالي الحلم اتحسرت، مين اداها الروح وفداها وقال للدنيا مصر انتصرت. صبروا ولادي 6 سنين، 6 ثواني في عمر الدنيا، قبل زماني ما يغمض عين مصر بقت عالضفة التانية. كانت صعبة وكان طيران ودفاع جوي ولا البركان، قوات برية وبحرية وفي يوم الحرية طوفان. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا بكرة عن الإنجاز اللي بيحلم بالأعجاز، لما الزرع يجود بحصاده والأحلام الناس ينحاز. مصر الجاية
مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأم الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب، مصر بتكبر رغم الصعب. افتح كتاب التاريخ واكتب لي سطر جديد، اكتب لي سطر سعيد. الشعب دخل الميدان وكتب بدم الشهيد اغلى واعز بيان. الثورة ثورة شعب بيقول يا حرية، يا بورسعيد يا سويس يا اسماعيلية، يا صعيد يا وادي جديد يا اسكندرية، يا نوبة يا مطروح، يا كل حلمه بوطن ساكن حنين الروح، يا دلتا يا صبرا يا بنت عمر النيل، يا سينا يا قهرة يا مصر يا قدرة. الشعب قال كلمته بقوته الهدرة، صحى بصوته الكون. اهلا اهلا يا ثورة يناير، اهلا يا جيش الشعب، احلى البشاير بشاير تملى القلوب بالحب. من النهارده القيادة لازم تكون للناس. من النهارده يا مصر تحققي الاحلام وترسمي الايام على قد شوق الغلابة والفقراء والايتام. من النهارده الوطن لازم يساعي الجميع، مش برضو اسمه الربيع. وصحيت يا شعب الأمل على ثورة مسروقة تايهة في ليل كداب. ثورتنا كانت حياة سجنوها في السرداب، ثورتنا طاقة نور حبسوها خلف حجاب. وصحيت يا شعب الأمل على سراب في سراب، وضمير بيتبدل ووجوه بتقسم وطن وتحضن الإرهاب. رجعوا التتار يحكموا وفتحوا الابواب، مره الجاسوس الفرنجة ومره للهكسوس والكافة الاغراب. جاتلك منين يا وطن طعنه تقيد الحريق، طعنه خيانه جبانه داخله في قلب البريء. ودي حدود العدو ولا حدود الصديق؟ أول شهيد في حرب أكتوبر كان ابن حق، وحقه يا مصر مقسوم لك. رمضان يطبطب عليه وهو بيصوم لك. أول شهيد في حرب أكتوبر كان يوسف الأنبياء وأجمل الشبان، كان شايف البرهان على جمال وردك. رايح على سينا يشوف تجلي ربنا في أرضك، ويصون هناك الفجر والقبلة، ويصون حروف اسم الحبيبة على الدبلة، ويصون جنين فرحته ومراته لو حبلة. حبلة في شهيد تاني
حبلة في شهيد تالت لو السنين مالت، لو البلد قالت لكل غاصب لا. أول شهيد في حرب أكتوبر كان ابن حق، وحقه يا مصر مقسوم لك. قال الخلود ابتدى عندك وحيدوم لك. روحوا ترفرف على ولاده في نهار رمضان، بيجهزوا فطورهم وبيطلبوا الغفران. بيطهروا سينا من الخاين الكذاب، بالجاحد اللي نشر جوه الوطن ارهاب. اول شهيد في حرب اكتوبر ابنه صبح جندي على حدود سينا، يشكي الوطن همه، نفسه في اجازه يومين يجيب دواء لامه. بس النفوس الجبانه الغرقانين في الخيانه خانوا صيام رمضان، مشوا في طريق الشرك بالاوطان. قتلوا اللي ضحى بدمه، قتلوا اللي ضحى بدمه في القدس وفي حطين. قتلوا العريس اللي غنى لمصر وفلسطين. قتلوا الشهيد اللي شايل الارض فوق الراس. قتلوه بدون احساس، قتلوه بدون احساس. أول شهيد في حرب أكتوبر كان ابن حق وحقه مسؤول. قال الخلود ابتدى عندك وهيدوملك. روحوا ترفرف على أولاده في نهار رمضان، بيجهزوا فطورهم وبيطلبوا الغفران. أول شهيد في حرب أكتوبر أولاده صباح النور، بيطهروا سينا من الخاين الكذاب، الجاحد اللي نشر جوه الوطن إرهاب. يا حزن قلبي خطفت قلبي وجيت لي تاني. هتنقي مين من بين ولادي وتمشي تاني. يا حزن قلبي خطفت قلبي وجيت لي تاني. هتنقي مين من بين ولادي وتمشي تاني. يا ريت دموعي كانت ترجع اللي راح مني زمان.
خلي بالكم، والله العظيم والله العظيم والله العظيم الجيش المصري على قلب رجل واحد. واشتاق إلى طلبة جواب محسوم. امتى مصر من حزبة المحروم والعدك وينصف؟ حضر الجواب معجزة وشعبنا اتمرد لما الشباب غرد، ورجعت الميادين تتباهى بعددها، تفرض إرادة وطن على كل الميادين. يا يونيو يوم 30 تزيح غبار المؤامرة على الوطن والدين، ورجعت الميادين تطلب كرامة وعيش، والشعب ويا الجيش والشرطة ايد واحدة، ومصر متوحدة على القبلة في الأزهر، ميزان عدالة نصب وبريء أمل يظهر. الله أكبر الله أكبر على كلمة حنان للشعب، ندها تقول انزل املى ميدان الحق، سمع جميع البشر من مصر كلمة لا. أنا بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدينوا تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. لا للي عايز مصر وحلمها مقتول مقهورة وحزينة، لا للي عايز مصر جوه قفص مقفول يخنق موانينا، لا للي عايز مصر تبيع نسيم القدس على حساب سينا. في 30/6 و3/7 قد ايه ان انتم لكم إرادة ولكم قرار. انا عايز حضراتكم يا كل المصريين تنزلوا عشان تفكروا الدنيا كلها بان انتم لكم إرادة ولكم قرار. الإرادة هنا والقرار هنا، ان لو لجأ للعنف او لجأ للإرهاب يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا العنف وهذا الإرهاب. الدنيا قد الدنيا، شعب العزة في أرض النصر، كلمة حب تقول للدنيا هي دي مصر يا عشاق مصر، هي دي مصر اللي بنعرفها، ربك في كتابه مشرفها، ولا حدش يقدر يظلمها بعد ما رب العلا أنصفها. الدنيا قد الدنيا.
غنوتها واللي ما جاش وقع في غرامها صوتها الطيب وصل صيتها. مصر مكان ما بروح ويايا هي الغاية وهي الغاية. مصر مكان ما بروح ويايا هي الغاية وهي الغاية. ايد احرارها ايد ازهرها فانها رتل معنى الايه. هي الغالية بكل ما فيها كل العالم يحلم بيها. ام الدنيا ماضي وحاضر قد الدنيا لو نبنيها. الدنيا قد الدنيا شعب العزة في أرض النصر كلمة حب لكل الدنيا. هي دي مصر يا عشاق مصر. أم الدنيا قد الدنيا شعب العزة في أرض النصر كلمة حب لكل الدنيا. هي دي مصر يا عشاق مصر. مهما يكون الزمن الصعب نقدر نمشي طريق الحب. مهما يكون الزمن الصعب نقدر نمشي طريق الحب. ينده شعب يلبي الجيش ينده جيش ويلبي الشعب. وقت أذان المغرب سامع الأجراس بتقول للجامع عيسى بيصوم مع سيدنا محمد رد على اللي في أرضها طامع. وقت أذان المغرب سامع الأجراس بتقول للجامع عيسى بيصوم مع سيدنا محمد رد على اللي في أرضها طامع. مصر رسالة حب وطيبة ولا حكاية عيشة عجيبة. مصر صبية نبية أبية قد الكون يا أعز حبيبة. مصر رسالة حب وطيبة ولا حكاية عيشة عجيبة. مصر صبية نبية أبية قد الكون يا أعز حبيبة. أم الدنيا قد الدنيا شعب العزة في أرض النصر كلمة حب لكل الدنيا. هي دي مصر يا عشاق مصر. أم الدنيا قد الدنيا شعب العزة في أرض النصر كلمة حب لكل الدنيا. هي دي مصر يا عشاق مصر. هي دي مصر اللي بنعرفها ربك في كتابه مشرفها. هي دي مصر اللي بنعرفها ربك في كتابه مشرفها. ولا حدش يقدر يظلمها بعد ما رب العلا انصفها. أم الدنيا ما بتتكلم اسمعها يا إنسان واتعلم. بتسلم للكون ضحكتها وعمرها في الحرب ما بتسلم. أم الدنيا ما بتتكلم اسمعها يا إنسان واتعلم. بتسلم للكون ضحكتها وعمرها في الحرب ما بتسلم. هي دي مصر اللي بنعشقها
شعوب غنت غنوتها، واللي ما جاش وقع في غرامها خطى الطيب ووصل صيتها. مصر مكان ما بروح وياها هي الغاية وهي الغاية. مصر مكان ما بروح وياها هي الغاية وهي الغاية. ايد احرارها ايد ازهرها فانها رد المعنى الآية. هي الغالية بكل ما فيها، كل العالم يحلم بيها. الدنيا ماضي وحاضر قد الدنيا لو نبنيها. الدنيا قد الدنيا شعب العزة في أرض النصر. كلمة حب لكل الدنيا هي دي مصر يا عشاق مصر. أم الدنيا قد الدنيا شعب العزة في أرض النصر. كلمة حب لكل الدنيا هي دي مصر يا عشاق مصر. مهما يكون الزمن الصعب نقدر نمشي طريق الحب. مهما يكون الزمن الصعب نقدر نمشي طريق الحب. ينده شعبي يلبي الجيش، ينده جيش ويلبي الشعب. وقت أذان المغرب سامع الأضراس بتقول للجامع رسالة يصوم مع سيدنا محمد رد على اللي في أرضها طامع. وقت أذان المغرب سامع الأضراس بتقول للجامع رسالة يصوم مع سيدنا محمد رد على اللي في أرضها طامع. مصر رسالة حب وطيبة ولا حكاية عيشة عجيبة. مصر صبية نبية أبية قد الدنيا عزة حبيبة. مصر رسالة حب وطيبة ولا حكاية عيشة عجيبة. مصر صبية نبية أبية قد الدنيا عزة حبيبة. أم الدنيا قد الدنيا شعب العزة في أرض النصر. كلمة حب لكل الدنيا هي دي مصر يا عشاق مصر. أم الدنيا قد الدنيا شعب العزة في أرض النصر. كلمة حب تقول للدنيا هي دي مصر يا عشاق مصر. هي دي مصر اللي بنعرفها ربك في كتابه مشرفها. هي دي مصر اللي بنعرفها ربك في كتابه مشرفها. ولا حدش يقدر يظلمها بعد ما رب العلا انصفها. أم الدنيا ما بتتكلم اسمعها يا إنسان واتعلم. بتسلم للكون ضحكتها وعمرها في الحرب ما بتسلم. أم الدنيا ما بتتكلم اسمعها يا إنسان واتعلم. بتسلم للكون ضحكتها وعمرها في الحرب ما بتسلم. هي دي مصر اللي بنعشقها نور الدنيا ابتدى بضياءها. هي دي مصر اللي بنعشقها نور الدنيا ابتدى بضياءها. كتبت للأجيال دستورها والأحجار كانت أوراقها. يا شعب العزة في أرض النصر. كلمة حب تقول للدنيا هي دي مصر يا عشاق مصر. أم الدنيا قد الدنيا شعب العزة